16 يوم في رمضان حنا حاصلين نديروا معاه. غتقدش فلوس تخرج مع الفلوس ينحيوا عليك كل شيء. كل واحد تيجي تقول لك هذاك وراعيك على هذا صافي عندك وراء تمام راه يحيدوا منك صافي عندك وراء صافي قال لك صافي فلوس يحيدوا منك يحيوا منك 17 يوم تجي تدور 17 يوم باش تقصد تبكي لا ترك المطار والمسافه كلها مروله يعني دق نيت تحارب بحالها تحارب نيت رصاص يوميا كل وقت تسنى رصاص في لحظه الي روتور ب 600 460 الي روتور السفرة المغربية ما دير لك شيء. شي عندهم يقول لك ما خلي ندير. أنا أصلا ما مشيتش. المغاربة قاعدين في المطار كيفاش في المطار. دابا قطعت التذكرة الأولى قطعتها مثلا 455 دينار وفاش بغيت نطلع قال لك الصف تسدات السنطة خاصك تزيد 670 دينار وصلت عليا 600 دينار. ومن بعد تقطعت الخميس جينا السبت رجعونا الرحلة قال لك تلغات هي خدمات فيها تبزنيز رجعوها الاثنين ثاني وصلنا للصف وصلنا باش غادي نقطعوا قال لك سالات الرحلة دار البيع 20 بديتي يبيع 20 ما فكرتوش تمشيو على السفاره اللي كنتو واخا تمشي السفاره ما عطيناش السفاره كنمشيو مشاو بغا يسجلوا في الباطو سميتو كيقول لهم واخا عندكم شي حاجه تحتاجوا السفاره تا هما عاطينا ما كاين لا خدمه لا خبز لا ماء لا بوطه اي حاجه كلشي مقطوع يعني كلشي مقطوع اي شيء بحال كنصوموا ليل ونهار وصافي كنديباني وكوك مع بعضياتنا وصافي اشنو عايشين اخويا مكرفسين القرطاس ما كيدوز من فوق منا السوارخ لا خبز لا ماء لا ضوء لا والو عايشين مكرفسين والله العظيم يدخلوا كيخلوا ينحيو منا التليفونات ينحيو منا كلشي والله عندك فلوس ما كنقدروش نخرج الفلوس من عندك تخرج 5 جنيه ولا 2 جنيه باش تقدا وترجع صافي على البارح واحد فين ضربوه في المدينه والله الا ضربوه بالموس هنا يبقى كيضربوا فيه بالموس ونحيوا ليه التليفون ديالو والله العظيم مغربي ديالي وكنعرفو كان ساكن معانا نيت ساكن مع الدراري هادو والله العظيم لا مابقاش نرجع نكذب عليك اصاحبي واخا قول لي اللي قال لي واخا قول لي هاد الحق ودا تجمع في الفلوس ما كتبني بها ما كترجع ليه شحال وحنا واحلين ونقفل رمضان ملي بدا الحرب وحنايا تما كاينين والله العظيم الحوش هنايا والقرطاس كيتزن فوق منا عادي جنب الدين كتسنى تضرب في الضرب كتشاهد اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حنا جينا في المطار والله الا القرطاس كيدوز من فوق منا وفوق منا هكاك العاديه ديالو من يوم السبت يسبقوا في الليبيين قبل المغاربة. أول حاجة يحجزوا الليبيين يركبوا الليبيين قبل يركبوا المغاربة الأجانب بصفة عامة. ثاني حاجة وجينا للختمة قال لك ما نختموش في الطيارة تعبد بدينا نعطيكم فلوس باش نطلعوا في الطيارة.